يعني ايه وهابي اصلا؟ الوهابي هو الموافق لابناء المدرسه النجديه او الوهابيه في عقائدهم. المدرسه النجديه او الوهابيه اللي هم اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اللي هو محمد بن عبد الوهاب وابناء محمد بن عبد الوهاب واحفاده وتلامذته وأئمة الدعوة النجدية بقى اللي هم عبد الرحمن بن حسن وأبا بطين، مرورا بقى بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، الفوزاني، اللحيداني، الغديان، العصيمي، الطريفي، الرحيق، كل دول كده اسمهم الوهابية. الناس دول مشكلتهم فين؟ مشكلتهم في مسائل، في عدد من القضايا التي خالفوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة وانحرفوا فيها انحرافا جسيما عن عقيدة السلف رحمة الله تعالى عليهم وبركاته. أهم هذه المواطن التي انحرفوا فيها انحرافا كبيرا جدا عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن عقيدة السلف قضايا الكفر والإيمان. المدرسة دي عندهم غلو شديد في التكفير، هم غلاة في التكفير، غلاة في التبديع، بيكفروا الأمة الإسلامية طولا وعرضا، بيكفروا الأمة الإسلامية طولا وعرضا. لا يسلم من تكفيرهم أحد إلا من وافقهم على غلوهم في التكفير. يعني لازم تبقى مكفراتي علشان يرضوا عنك وما يكفروكش. لو لم تطاوعهم في تكفير المسلمين واستحلال دماء المسلمين واستحلال أموال المسلمين واستحلال أعراض المسلمين ووصف المسلمين بالكفر والشرك بأعيانهم، لو لم تطاوع هؤلاء الوهابية على هذه العقيدة المنحرفة يقوموا يكفروك، لأن عندهم حاجة مصيبة سودة كبيرة اسمها تكفير العابر. يعني أنت لو مش بتطاوعهم على التكفير يقوموا على طول يكفروك وينزلوا عليك بشخصك وعينك احكام الردة على طول كده. ما عندهمش تفاهم في الموضوع دوت. اتكلمت مع حضراتكم قبل كده في عدد كبير من الحلقات وسمعتكم كم هائل من فتاوى هؤلاء الشيوخ وهم يكفرون الأمة الإسلامية جملة وتفصيلا تحت مبررات واهية، حاجة اسمها عدم العذر بالجهل وحاجة اسمها تكفير العابر إلى مسألة بلوغ الحجة وإقامة الحجة، مجموعة من القضايا والمسائل. من وافق هؤلاء الوهابية في هذه العقيدة فهو وهابي، من خالف هؤلاء الوهابية في هذه العقيدة فهو ليس وهابي.